السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل مع بعض النهاردة سمك مشوي في البيت، ولا عدنا هنطلع برا بسمك، ولا هنشوي برا من بعد النهاردة. طريقة سهلة جدا جدا جدا، وما بتاخدش منك اي وقت، واي حد يشويه في البيت. معايا بقى صينية زي دي كده، او طبق من اللي هو الالومنيوم الكبير ده، او صينية فرن او صاجة. اي حاجة عندك، اي حاجة بتجيبها تحطها على البوتاجاز. ومعايا بقى السمك بتاعي ده سمك ماكريل، سمك طبعا كبير. اجرب معاكم السمك المشوي في البيت كمان يكون كبير اهو. هتشوفوا التسوية بتاعته جميلة جدا، وهتشوفوا التحمير بتاعه حلو قوي برضو بطريقة سهلة جدا. معايا ردة زي دي كده، دي الردة اللي هي بتطلع من نخل الدقيق. ماشي، الردة بالشكل ده. وهعفر بقى السمك بتاعي كده واغلفه بالردة كويس قوي، على ما الصينية بتاعتي او الصاجة اللي انتوا حطيتوها على البوتاجاز تسخن قوي قوي قوي. لازم تسخن كويس جدا جدا علشان السمك ما يلزقش منك. تمام، هتغلفي بقى السمك كله بالردة زي ما انت شايفة كده، وتروحي على البوتاجاز بقى يكون الصينية بتاعتك سخنت قوي قوي. بعمل لها اختبار كده بالردة، بشوفها سخنت قوي ولا لسه باردة. لقيتها كده سخنت وكويس قوي، جاهزة للشوي. هحط السمك بتاعي بقى بالشكل ده. ده سمك كبير، يعني عايز تسوية مظبوطة، عايز تعلي النار في اوقات وتهدي في اوقات علشان يستوي. وكمان كنت حطاه في نسبة تلج شوية. ده طبعا غلط، بيلزق منك السمك لما بيكون فيه تلج. متغلطوش غلطتي. فك السمك بتاعك خالص، لو هو في الفريزر سيبيه فك خالص خالص. انا استعجلت عليه، كان فيه نسبة تلج، عشان كده السمكتين دول لزقوا شوية، بس الحمد لله عالجتهم وكانوا ما شاء الله زي الفل. السمك بتاعي بقى بس ياخد لون كده واحس ان هو اتحمر كويس، بقلبه على الناحية التانية. ودايما بقى ايدي فيه اقلبه على الجنب ده وعلى الجنب ده، واوقفه على سيفه كده على الجنب بتاعه، على ظهره وعلى بطنه، لحد ما ياخد. شايفين؟ بوقفه شوية على الجنب ده وعلى الجنب ده وعلى ظهره شوية وعلى بطنه شوية، لحد ما بياخد معايا التحمير المظبوط اللي انا عاوزاه. ايدي فيه دايما. لو معاكي بقى سمك كمان صغير عن كده تعرفي تتحكمي فيه اكتر وتشويه بطريقه حلوه قوي قوي، مش هياخد منك وقت زي ده. انا ده خد مني وقت علشان هنا انا بوريكم الصينيه ان الحاجات اللي فيها دي مش لازقه، مش لازقه في الصينيه ان هي تطلع معاكي يعني بصعوبه. تمام، بتتغسل بكل سهوله وما بيلزقش فيها حاجه. والصينيه تتغسل بعد الشوي ولا كانك شويتي سمك عليها خالص. تمام. هنعمل بقى التتبيله بتاعه السمك على ما السمك بتاعنا يتشوي كده ويستوى، وهديت له النار شويه يستوى كده بعد ما خد اللون الجميل. هنا بقى معايا الشفشق بتاع الخلاط. جبت براس توم قشرتها كده، ونزلت بقى في الشفشق ده بالراس التوم، وقرن فلفل اخضر، وقرن فلفل احمر، وواحد كمان حامي. وكمان نزلت بثلاث ليمونات كده قطعتهم وحطيتهم بقشرهم. وكمان عود كزبرة على بقدونس كده حطيتهم كمان معاهم في الخلاط. ومعلقتين خل كبار، وحطيت نقطة زيت صغيرة خالص. وهحط التوابل بتاعتي بقى واظبط الملح. السمك المشوي بيحب اللي بيحب الملح يكون كتير شوية. تمام. اما يكون السمك المشوي دلع ما بيبقالوش اي طعم خالص. فزودي الملح سيكة كده للسمك المشوي تحس بطعمه يبقى تحفة معاكي. حطيت هنا بقى ملح، فلفل، كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا، شوية شطة صغيرين. طبعا اساس السمك الليمون والكمون، كتري فيهم على قد ما تقدري يدوكي طعم حلو قوي قوي. بس كده. وحطيت بقى كوباية مية، وهروح بقى اضربهم في الخلاط لحد ما يبقى شكلهم بقى زي ما انتوا شايفين كده. انا بحبها ناعمة شوية، ما بحبش يعني يكون خشنة كده. بصوا بتاكلوا التتبيلة دي مع السمك بتبقى تحفة 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 اقسم بالله. هنا السمك بتاعي شايفين خلاص استوى كويس قوي وخد اللون الجميل زي ما انتوا شايفين من جميع الجوانب، ومظبوط قوي. وعلى فكرة والله العظيم
يعني بصي السمك اللي بتشويه في البيت ما بتحسيش ان هو فيه اي زفارة خالص زي السمك اللي بتشويه بره. طبعا بيحطوا سمك على سمك على سمك، فبتبقى الدنيا صعبة قوي بصراحة وزفرة، والريحة مش قد كده، ما بتعجبنيش بصراحة. فما بتشويه فعلا في البيت والله العظيم بيفرق معاكي قوي قوي، ولا فيه اي ريحة زفارة ولا طعم زفارة فيه، وبيبقى جميل قوي 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 ما شاء الله. هنا السمكة دي كانت كبيرة شوية فسبتها تستوي، وده شكله تحفة ومستوي تسوية مظبوطة جدا، ولونه حلو قوي قوي وريحته كانت جميلة. وعلى فكرة ما دخنش الدنيا خالص. طبعا انا مشغلة الشفاط بتاعي وانا بشوي، ومع ان البلاميطة او الماكريل ده بيدخن لانه بيبقى مدهن جدا جدا، بس والله ما شاء الله دخن اللي هي البسيطة القوي قوي قوي. يمكن انتوا شفتوها كمان وانا بشوي بسيطة جدا جدا. حلوة قوي. تتبيلته كمان كانت تحفة. حطيت بقى التتبيلة عليه كده بعد ما يطلع على طول بعد ما تشيليه من على الصينية، بعد ما يتشوي على طول وهو سخن، تنزلي بقى بالتتبيلة بتاعتك كده علشان يتشربها كويس قوي من فوق ومن تحت كده، وبحاول اشبعه بالتتبيلة، وبعدين بصفي التتبيلة الزايدة اللي عليه خالص. اهو ده شكل السمك بتاعنا جميل قوي 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 قوي. وان شاء الله بصي لو معاكي بقى بولتي، معاكي مكرونه، معاكي اي نوع سمك بوري، اي حاجه بتشويها بالطريقه دي، انت الصينيه بتاعتك تكون كبيره شويه او الصاجه تكون كبيره شويه، هتشوي معاكي مظبوط جدا، وهيبقى معاكي حلو قوي قوي. اهم حاجه تسخني الصاجه بتاعتك كويس جدا، وبعدين تنزلي بالسمك ياخد اللون الحلو بتاعك من جميع الجهات، وبعدين توطيله شويه بقى يستوي، وبتطلعيه شايفين القشره ما شاء الله مش لازقه في السمك، وتسويته كانت مظبوطه جدا جدا، واديكوا شايفين اللحم بتاعه والسفايه بتاعته ناشفه خالص. ودي الصينيه اللي كنا بنشوي عليها، انا بوريها لكم، هي بتتغسل بكل سهوله علشان ما تقوليش احنا بنبوظ الدنيا ومش عارف ايه، لا مفيش الكلام ده خالص. اهي يا دوب حطيتها تحت الميه وهي سخنه، وبالمعلقه كده وجربتها شويه، وبعدين بالسلكه كده ومشيت السلكه عليها بتطلع بكل سهوله زي ما انتم شايفين، ولا حتى بضغط والله على السلكة، يعني ما شاء الله زي الصاروخ اهي رجعت زي الفل كده بسلكة ناشفة من غير صابون من غير بريل من غير اي حاجة. حطيت حتة صابونة بقى صغيرة اهيت على السلكة، وهبدأ اغسل الصينية بتاعتي، هتلمع معاكي وهتبقى زي الفل، ولا كأنك شويتي فيها ولا كأنك عملتي اي حاجة خالص. هتشوفيها دلوقتي بتلمع وبتبرق وزي الفل، ورجعت زي ما كانت اهو، ولا كأننا شوينا عليها ولا عملنا اي حاجة. يلا بقى نجهز مع بعض رز احمر. بحب قوي 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 الرز الاحمر جنب السمك المشوي. الرز الاحمر اللي هنعمله ده زي كأنك بتعملي رز للمحشي، كأنك بتجهزي خلطة المحشي كده، وبنفس الطريقة. قطعت بصلتين كده كبار وحطيت شوية زيت، هشوحهم شوية كده، وبعدين اجيب قرن فلفل ايا كان بقى احمر اخضر اللي عندك، بتقطعيه على البصل، لو عايزة تحطي فص توم حطي، مش حابة خلاص براحتك برضو. واشوح الفلفل مع البصل بالشكل ده، وضربت طماطم كده في الخلاط، وبعدين هنزل على البصل بتاعي بقى واسيبهم يغلوا كويس قوي قوي مع بعض لحد ما يتسبكوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واظبط بقى التوابل بتاعتي والملح، احط ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وبابريكا، وحطيت مكعب ماجي، وبعدين نزلت بالخضره بتاعتي كزبره وبقدونس وشبت، كانت رابطه كده على بعضها فيها كل حاجه، فحطيتها كده على الرز. ونزلت بقى بالرز بتاعي المغسول ومتصفي واشوحه كويس مع الطماطم، وبعد كده بقى هنزل بالميه المغليه بتاعتي. هنا بقى كان عندي شويه رز باقيين من المحشي، نزلت عليهم حطيتهم يعني على الرز الجديد اللي انا هعمله. نزلت بقى بميه مغليه، ما تكتروش الميه للرز الاحمر ده، لان طبعا بيبقى فيه صلصه، والصلصه بتسوي الرز، فيا دوب شايفين يغطي بس الرز كده، ما نحطش عيد الرز كامل. شايفين ان وانا بقلب حتى تحسوا ان الرز باين. ظبطي ملحك بقى وسيبيه لحد ما يغلي، وبعدين هديله النار وسيبيه لحد ما يستوي يبقى معاكي زي الفل. هنا بقى بنعمل شويه سلطه خضرا كده جنب السمك. طبعا السمك يعني ما يحلاش من غير سلطة، ما ينفعش يتاكل اصلا، تحس ان هو ما بيتبلعش من غير السلطة.
ويا سلام بقى لو حراقه كده ومشطشطه شويه، ما كانش عندي فلفل حراق، كان اخر حاجه حطيته على السمك. قمت حاطه بقى شويه شطه بودر، شطه ناشفه، وحطينا عليها بصلايه كده. كانت سلطه زي الفل، وليمون بقى وكمون وشويه ملح، وكانت جميله قوي ما شاء الله. هنشوف بقى الرز بتاعنا كده استوى ولا ايه. استوى اهوت ما شاء الله، وتسويته جميله جدا جدا. وشايفين مفلفل ازاي، مفيش حبايه لازقه في حبايه، تسويه مظبوطه جدا. قللي للرز الاحمر الميه، ما تحطيش الميه العقد بتاع الرز كامل، قللي شويه علشان في طماطم وحاجات بتسوي الرز. فهنقدم بقى الاكل بتاعنا بالشكل ده. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو لايك وكومنت بقى وشير لاصحابك. وفي رعاية الله، سلام عليكم.